خلال الأشهر الأخيرة بدأت ملامح تحول استراتيجي واضح تتشكل في شمال إفريقيا. تقارير إعلامية دولية كشفت أن مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى يستعد لزيارة المغرب قريباً في إطار التحضير لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية والاستراتيجية الجديدة بين الرباط وواشنطن. هذه الزيارة ليست حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل مؤشر قوي على عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، وعلى إدراك الولايات المتحدة المتزايد لدور المغرب كمحور استقرار في المنطقة. وفي المقابل، بدأ الخطاب الجزائري يتغير بشكل لافت، فجريدة الخبر الجزائرية المقربة من دوائر القرار نشرت عنوانا أثار الكثير من التساؤلات: الجزائر قد لا تصوت على مشروع القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية. هذا العنوان لم يكن مجرد خبر روتيني، بل إشارة إلى تحول في الموقف الرسمي واعتراف ضمني بأن موازين القوة لم تعد كما كانت. طوال أكثر من 50 عاماً أنفقت الجزائر موارد ضخمة لدعم جبهة البوليساريو ومحاولة فرض تصورها للنزاع، لكن الواقع الدولي تغير. اليوم المقترح المغربي للحكم الذاتي أصبح يحظى بدعم القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. لقد نجح المغرب في تحويل قضية الصحراء من ملف نزاع سياسي جامد إلى قصة نجاح دبلوماسي وتنموي تبرز رؤيته الواقعية وقدرته على استثمار التحولات الإقليمية لصالحه. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جاء هذه السنة بنبرة جديدة، فقد أكد صراحة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو الإطار الواقعي والوحيد القابل للنقاش في مجلس الأمن، مع تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة في الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم. الخبراء في العلاقات الدولية وصفوا هذا التقرير بأنه نقطة تحول في تعاطي الأمم المتحدة مع الملف، لأن غوتيريش ولأول مرة أشار إلى أن القوى الكبرى كلها تعتبر أن الحل يمر عبر المقترح المغربي. كما أكد التقرير استمرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، ودعا الجزائر إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط من أجل تسوية نهائية. هذه التطورات المتلاحقة تؤكد أن ملف الصحراء دخل مرحلة جديدة، مرحلة لم يعد فيها المغرب في موقع الدفاع، بل في موقع الفاعل الإقليمي القادر على فرض رؤيته الواقعية المدعومة بالعمل الميداني والتنمية في الأقاليم الجنوبية. في المقابل، تبدو الجزائر أمام واقع جديد يحتم عليها مراجعة خطابها التقليدي، لأن منطق المواجهة لم يعد مجدياً في عالم يقوم على التفاهمات والمصالح المتبادلة. اليوم يجني المغرب ثمار سياسة متكاملة، دبلوماسية نشطة، تنمية مستمرة، وتحالفات قوية مع القوى الكبرى. هذه العناصر مجتمعة جعلته منه قوة مرجعية في شمال إفريقيا، وصوتاً مؤثراً في صياغة التوازنات الجديدة بالمنطقة. وفي الوقت الذي لا تزال بعض وسائل الإعلام الجزائرية تحاول التمسك بخطاب قديم، يبدو أن الرأي العام في المنطقة بدأ يستوعب الحقيقة أن الصحراء مغربية، وأن مستقبل شمال إفريقيا لن يبنى على الانقسام، بل على المصالحة والتعاون بين الشعوب.